نفسي اشوف الشخص اللي كان السبب في ان هو يحط ترتيب مباريات كاس مصر نادي الزمالك. يعني هو ما بصش على جدول الفرقه سواء في الدوري او في الكونفدراليه، ما بصش ان في ماتش لسموحه يوم 12، وما بصش ان في ماتش في الكونفدراليه يوم 15، وفي ماتش يوم 20 تاني في الدوري، فتقوم تحصر ماتش سيراميكا يوم 17. يعني طب انت عملتها ازاي؟ طيب، السنه اللي فاتت يوم وقفه عرفه اجبرت الناس كلها ان هي تفطر في الاستاد، كلنا كنا عارفين السبب، وخليت الماتش يوم الوقفه، لعيبه صايمه فوق 16 ساعه، خليت الماتش يوم الوقفه، واجبرت الجمهور واجبرت اللعيبه ان هي تحضر الماتش في اليوم ده، رغم ان ده اصلا ما بتحصلش. بس قلنا ماشي. تيجي النهارده انت منزل بس كده ماتش الزمالك سيراميكا، طب فين طيب باقي الجدول؟ طب انت ليه ما نزلتش الجدول كله كده بالكامل؟ شفنا باقي الفرق هتلعب امتى ومواعيدها ايه. انما يبقى انا عندي ماتش مع سماحه يوم 12، وعندي ماتش في الكونفدراليه يوم 15، تيجي انت تحط لي ماتش سيراميكا بعدها بيومين يوم 17؟ طب ازاي؟ هتعملها ازاي دي؟ يعني انت هتعملها ازاي عشان تحط لي ماتش في الوقت ده؟ طب ما فين بقى باقي الجدول؟ ولا هو اي عك وخلاص؟